اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. عملنا المحشي بطريقة روعة، وعمر ما فيه صباع منك هيفك في الحلة أبدا أبدا بعد كده. عايزة تعرفي احنا عملناها ازاي؟ خليكي معايا واتفرجي على الفيديو وحطي اللايك، وتعالي شوفي احنا عملناها مع بعض ازاي. جبت حلة مليتها مية وحطيت فيها معلقتين ملح وحطيتها على النار وسبتها تغلي كويس. ورحت جايبة الكرنباية، فرغت منها الراس بتاعت الكرنبة، ما سبتش من الراس حاجة خالص. فرغت الكرنبة لدرجة ان كل بداية ورقة هي اللي بانت في الكرنباية، لكن الراس ما بقتش موجودة ابدا ابدا. هقول لكم ليه انا فرغت الكرنباية وقلت اسلق معاكم الورق، مع انكم كلكم شاطرين ما شاء الله وبتعرفوا تسلقوا الكرنبايه كويس. بس انا في واحده صاحبتي طلبت مني ان انا اوريها سلق الورق كويس. ليه؟ لان بتقولي كل ما باجي اجيب كرنبايه وابدا اقطع الورق بيتقطع مني وبيتهدر مني وما بلحقش اعمل منه حاجه. عملتها بكذا طريقه وبرضه بتهدر الورق مني وبتتكسر، فانا حبيت اوريها حتى لو كرنبايه الورق متلزق في بعضه هيفك منك بكل سهوله. فبدات ان انا احط الكرنبايه على النار، وجبت شوية مية ساقعين كده. وبص، كل ما المية تغلي والكرنباية أو الورقية هتتسلق هتلاقيها بتفك لوحدها. بدأت أقلبها على الناحية التانية علشان تتسلق من الأول من فوق، الكرنباية من فوق. بصوا ما شاء الله، كل ورقة بتتسلق بتروح فكة من الكرنباية على طول. لا هقطعها ولا في ورقة هتتكسر منك ولا أي حاجة خالص. أنا بعمل الكرنب بالطريقة دي، مفيش ورقة بتتهدر مني أبدا أبدا. بصي، كل ما المية تغلي والكرنباية تتسلق الورقة تتسلق هتلاقيها فكت من الكرنباية. اسهل طريقة لسليق الكرنب، مش هتحسي ابدا. بصي مفيش ولا قطعة في الورقة ابدا ابدا. اعمليها بنفس طريقتي وادعيلي بقى. انا حبيت اوريها الطريقة لان هي قالت لي صوريها. انا اكيد ما بعرفش اعملها، واكيد في بنات مبتدئين برضو ما بيعرفوش يعملوها. لكن ما شاء الله كلكم يا ستات البيوت احلى ناس وكلكم بتعملوا اجمل حاجة. بس انا حبيت اوري البنات اللي مبتدئة زي ما صاحبتي طلبت، فانا حبيت اوريهم طريقة سلق الكرنب. واوعي تهدري الكرنباية تاني، اعمليها بطريقتي وادعيلي. خلاص كده سلقنا الكرنب كويس جدا. رحت حطيت حلة على النار علشان اعمل التسبيكة بتاعة المحشي بتاعتي. حطيت الحلة على النار وفرمت بصلتين كبار قوي كده حلوين، ووطيت النار عليهم علشان انا بحب البصلة تدبل في النار براحتها. ورحت جايبة فصين توم فرمتهم كويس وحطيتهم، طبعا دول انا كنت فرمهم ومخزناهم. فرحت جايبة فصين توم وحطيتهم مع البصلاية بعد ما دبلت، وسبتهم شوية وقلبتهم على النار. طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما بحمرش البصلاية علشان هي غلط عليا، فانا بخليها بس تدبل زيادة عن اللزوم لكن ما بتتحمرش. وجبت كده قطعتين من الدهون كانوا موجودين عندي وحطيتهم على البصلايه والتوميه. ورحت جايبه قرنين فلفل حار على بارد فرمتهم ونزلت بيهم. بص التكايه دي جميله جدا، بتخلي المحشي يبقى جميل جدا، ولا هو حار ولا هو بارد، وبيدي طعم تحفه. وخلاص كده على بال ما البصلايه والفلفل يدبل هتكون الدهون اللي انا حطيتها دي دبلت، بس بتدي طعم جميل جدا. جبت الكزبره وتوابل المحشي وفلفل الاسود والبابريكا وشوية سكر عشان يخلوا الاكل زي السكر، والكمون وشوية ملح. وبدأت ان انا اقلب كل التوابل دي مع بعضها في الحلة على البصلية علشان تتشبع وتتشرب منها، بتدي طعم وريحة رهيبة. طبعا توابل المحشي ديت مع طريقتك في المحشي الجميلة بتدي ريحة وطعم رهيبة جدا، بتبين شطارتك. خلاص كده قلبت كل التوابل مع البصلاية والتومية وقرنين الفلفل الحار على البارد. وبعد كده هروح نازلة بقى بالصلصة الجميلة بتاعتي. نزلت بالصلصة وهبدأ أعمل أحلى تسبيكة للمحشي الجميل اللي احنا هنعمله مع بعض. وقلبت الطماطم مع البصلة والفلفل والثوم والحاجة اللي احنا عملناها،
وبدأت ان انا اقلبها، وقلت اسيبها على النار بقى تتسبك براحتها على بال ما نقطع الورق اللي احنا عملناه مع بعض. هغطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. رحنا علشان نقطع الورق. هنقطعه ازاي؟ ايه ده، انت جايبه كمان تقطعي الورق ازاي؟ هجيب لكم احنا نقطع الورق ازاي عشان اوريك ان انت ما تهدريش ولا ورقايه، وتخلي الكرنبايه عمرها ما تفك منك في الحله. عمر ما في صباع محشي هيفك منك في الحلة بالطريقة بتاعتي اللي انا عاملاها دي. خليكي معايا وامشي على خطواتي وقولي لي رأيك في كومنت جميل زيك. عايزة اقول لكم يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول. ولايكات كتير 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 علشان القناة تفضل معاكم. بصوا هبدأ اقطع الورق بتاع الكرنب على قد ما انا عايزه الصباع بالظبط. هخلص بقيه الورق ده وارجع لكم تاني. طبعا ما شاء الله التسبيكه كانت اتعملت وبقت خطيره، ما شاء الله جميله جدا، والريحه كانت رهيبه. خلاص كده سبكت تسبيكه المحشي. هقفل عليها واروح بقى ايه اكمل الورق بتاع الكرنب. بعد ما خلصت الورق بصوا ما شاء الله قطعته على قد الصباع بالظبط اللي انا حابه اعمله محشي. ما شاء الله جميله جدا، والورقه ديت عمرها ما هتهدر منك ابدا، وهتكملي الصباع عمره ما هيفك منك ابدا ابدا في الحله. جبت بقى الرز كنت غسلاه كويس، ورحت ايه نازله فوقيه بالخضار، ونزلت بالتسبيكه الجميله اللي احنا عملناها علشان نعمل المحشي مع بعض. حطيت الصلصه بتاعتي وهبدا اقلب بقى الخضار والصلصه والرز مع بعض وارجع لكم تاني. قلبت الخضار والصلصة والرز مع بعض. هنبدأ نعمل المحشي. هنعمله علشان نشوف هو مش هيفك مننا ازاي. جبت بصلاية كبيرة وطماطميتين وقرنين فلفل، ورحت ايه مقطعاهم ونزلت عليهم بشوية كمون وشوية فلفل اسود، وقلبتهم في بعض كويس، ورحت فردتهم بقى في الحلة من تحت. خلي بالك التكاية دي جميلة جدا وبتدي طعم جميل للمحشي. عايزة اقولك اوعي تفصلي الفيديو او تجري الفيديو، في ممكن تكاية نعملها تدي طعم جميل جدا وتفيدك قوي. فرحت جايبه بعد ما فردت البصلايه وقرنين الفلفل والطماطمايه، بدات ان انا الف الورق قدام الكاميرا عشان اوريكم ازاي الصباع عمره ما يفك منك. بصوا ما شاء الله انا قطعته بالطريقه دي قدام الكاميرا عشان تبقى الورقه عامله كده. انتي هتتحكمي في الورقه، عمرها ما هي هتتحكم في الرز، وعمرها ما تفك منك ابدا ابدا طول ما انتي بتلفي المحشي بالطريقه دي. ايه رايك بقى؟ احنا بنقطع الورق بالطريقة اللي احنا عملناها دي، وبنلفها بالطريقة دي. عمر ما في صباع اراهنك لو صباع فك منك في الحلة. خليكي معايا وامشي خطوة بخطوة وشوفي وقولي لي رأيك. بصوا ما شاء الله احنا طبعا سلقنا الكرنب كويس ما تكسرش مننا، وكانت الورقة كاملة، وبقينا بقى نقطع الورقة بنفس الطريقة دي ونلف. مفيش صباع اراهنك لو قلتيلي في صباع فك مني في الحلة بالطريقة اللي احنا عملناها دي، وتقطيعة الكرنب اللي احنا عملناها. طبعا كلكم بتعملوا طرق جميلة جدا جدا جدا، تسلم ايديكم يا حبايبي. بس انا الطريقة دي والله جربوها هتعجبكم جدا، ومش هتبطلوا ان انتوا تلفوا الكرنب وتقطعوا الورق بالطريقة دي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في كومنت جميل زيكم. وهبدأ ان انا الف الورق بنفس الطريقة ديت لغاية شوية كده قدام الكاميرا عشان اللي فاتته حاجة ما تفتهوش التانية. دي طريقة المحشي بتاعتي خفيفة جدا، ومش بحبه يبقى تقيل ودسم زيادة عن اللزوم علشان احنا بنتعب منه. فانا حبيت اوريكم الطريقة بتاعتي. انتوا ما شاء الله كلكم شطار، تسلم ايديكم على كل طريقة بتعملوها، بس احنا كلنا بنتعلم من بعض. فانا حبيت اوريكم طريقتي، ويا ريت انتوا لو عندكم اي طريقة تاني تقولوا لي، وتقولوا لي رأيكم في كومنت جميل زيكم، وتقولوا لي الطريقة بتاعتكم الجميلة. انا مش حابه اطول عليكم، بس حابه اوريكم الطريقه. ايه رايكم؟ والله جميله جدا وسهله، وعمر ما في صباع محشي هيفك منك في الحله تاني وداعا. واراهنك لو في صباع فك منك بعد ما عملتيها بالطريقه دي. خلاص كده كفايه قوي كده. لفيت رصه واتنين
وحبيت اوريكم ما شاء الله الشكل والصباع ما شاء الله جميل ازاي. هخلص بقية الحلة وهرجع لكم بعد ما الفها، وهرجع لكم تاني وهخلص بقية الكمية طبعا في حلة تانية. كده ما شاء الله ادي الحلة اللي احنا عملناها. ما شاء الله طبعا اهم حاجة ان انت ما تمليش، تسيبي فراغ يعني لرصة تاني او لرصتين، علشان طبعا لما تستوي الرز هيعلى منك، فيبقى يعلى براحته ويبقى مستوي وما يبقاش نص سوا كده ولا يبقى طعمه مش قوي. بصوا ما شاء الله انا كنت سايبه مكان، وما شاء الله عالي الرز ازاي وكانت جميله جدا، وعمر ما في صباع واحد بس هيفك منك. ايه رأيكم؟ دي طريقتي انا في المحشي، وكنت عاملة لحمة كده، وطبعا ولادي بيحبوا الليمون مع الشوربة. وقلت بقى اوريكم، بصوا ما شاء الله الصباع ماسك نفسه ازاي. بصي هتحركيه يمين هتحركيه شمال، عمره ما هيفك ابدا غير في بطنك. اتمنى ان انتي تعمليه بالطريقة دي وتقولي لي رأيك. طريقة جميلة جدا جدا. يا رب يا حبيبتي اكون لبيت لك طلبك. انا عملت المحشي من الالف للياء، يا رب ما اكونش طولت عليكم. بس حبيبتي طلبت مني وقالت لي اعملي لي طريقة سلق الورق علشان ما يتقطعش مني تاني. انا عملته بكل الطرق ومع ذلك الورق بيتقطع والكرنب ساعات بيفك مني في الحلة. فبالطريقة دي اراهنك لو ورقة واحدة بس فكت منك في الحلة بعد ما تلفيه صباع المحشي. ما شاء الله جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب ما اكونش طولت عليكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واللي نسي اللايك يحط اللايك، وانتظروني في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.